تخيل معايا كده لو قلتلك إن في راجل واحد بس غير نتيجة الحرب العالمية التانية. راجل ما كانش جندي ولا حتى ماسك سلاح، بس كان عنده أعظم سلاح في التاريخ وهو عقله. ده مش فيلم، دي قصة حقيقية لبطل مظلوم اسمه ألان تيورينج، والناس بتقول عليه أبو الكمبيوترات وأول من سعى لتحقيق فكرة الذكاء الاصطناعي. خليك معايا لحد آخر الفيديو علشان نعرف إزاي عبقري زي ده اتظلم في حياته لكن فكرته فضلت وغيرت العالم كله. سنة 1939 الحرب العالمية التانية كانت شغالة بشكل قوي. الجيش النازي الألماني بيكسب في كل الجبهات، والسبب إن عندهم آلة اسمها إنجما بتشفر الرسائل العسكرية وبتخليها شبه مستحيل إنها تتفك. وهنا بيجي دور الراجل العبقري اللي بنتكلم عنه وهو ألان تيورينج. شاب إنجليزي رياضي ذكي بشكل مش طبيعي، بس خجول وانطوائي وما كانش محبوب وسط الناس. تيورينج قال لهم أنا هبني آلة تفك شفرات إنجما. الناس ساعتها ضحكت وقالوا إن ده مستحيل، بس هو ما كانش بيمزح. وبعد شهور من التفكير والتصميم والمحاولات، تيورينج اخترع أول جهاز يقدر يفك شفرة بشكل آلي، واللي بنعتبره دلوقتي أول كمبيوتر في التاريخ. بفضل الجهاز ده البريطانيين قدروا يعرفوا كل تحركات الجيش الألماني، ومن هنا الحرب اتغير اتجاهها بالكامل. التاريخ بيقول إن اللي عمله تيورينج اختصر الحرب سنتين كاملين وأنقذ حياة 14 مليون إنسان. بس القصة ما كانتش نهايتها سعيدة للأسف. تيورينج كان مثلي، ودي كانت جريمة وقتها في بريطانيا. الحكومة بدل ما تكرمه حكمت عليه بالعلاج الهرموني الإجباري، وفضل منعزل ومكسور. وبعد سنتين انتحر سنة 2009، وبعد أكتر من 50 سنة الحكومة البريطانية اعتذرت رسميا للراجل ده واعترفوا إنه كان عالم حقيقي. ألان تيورينج مات، ولكن فكرته ما ماتتش. كل اللي بنعمله حاليا من استخدام البرمجة والذكاء الاصطناعي والكمبيوترات والتليفونات المحمولة كله بدأ من عقل الراجل ده. علشان كده لو انت مهتم بالمجال ده وعايز تتعلم من الناس اللي كان لهم تأثير كبير في مجالات زي البرمجة والذكاء الاصطناعي، اشترك دلوقتي في القناة وفعل زرار الجرس علشان توصلك باقي القصص القوية. دي كانت أول حلقة من سلسلة كود غير العالم. لو عجبتك دوس لايك واكتب لي في الكومنتات تحت أتكلم عن مين في الحلقة اللي جاية.